هل في دراسات او ارقام حضرتك بما انك خبير اقتصادي توضح ان التعليم الفني فعلا ساهم في تقليل نسبة البطالة؟ بصي، هو مفيش ارقام محدده، مفيش دراسات اعلنت ده بشكل مباشر، لكن أوكي. ممكن اقول لحضرتك مؤشر. ايه هو المؤشر؟ المؤشر ان التنسيق اللي بيطلع كل سنه من في الخاص بالاعداديه هتلاقي ان التعليم الفني المزدوج بياخد اعلى من الثانويه العامه. ده وضع ما كانش موجود قبل كده. اعلى من الثانويه العامه؟ يعني الثانويه العامه هتاخد مثلا 200، هتلاقي التعليم الفني المزدوج بياخد 220. وبالتالي ده مؤشر ان الناس بقى عندها اقبال على التعليم الفني او تعزيز مفهوم التعليم الفني المزدوج مش الفني. المزدوج طبعا. الفني لوحده هو اكاديمي طبعا. اوكي. أيوة. وبالتالي ده ما كانش طالب يروح المدرسه وما كانش بيتدرب، وبالتالي كان بيبقى في الاخر عندك حاصل على شهاده لكن ما عندوش المهاره اللي يمارس بها العمل. ولما يخش على سوق العمل هو بيبدا من الاول وجديد لانه ما عندوش مهارات خالص. ولما بيبدا من اول وجديد هو كمان ممكن يكون دخل في اتجاه خاطئ، مفيش اشراف عليه زي ما حضرتك قلت كده، اللي راح يشتغل في ورشه